الانتظار ووقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائهم. أن ندعو رفيقات التشغيل الشهور. لا نزال نستحضر مأساة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هيفرين خلف، شهيدة السلام والوطنية وأخوة الشعوب، من نذرت نفسها وقدمت كل جهدها في سبيل سوريا وحدتها ووحدة السوريين في الدولة. حلمت بأن تكون يوما ديمقراطيا وعادلا، لكن أيدي الغدر كانت أسرع من آمالها. إن استشهاد هيفرين خلف يصادف بكل أسى وقائع مؤلمة تؤكد بأن هذا الاحتلال يستهدف مشروعنا بكل إصرار في محاولة القضاء عليه، حيث تزامن مع إعلان عملية ما يسمى نبع السلام، والتي ما حملت من اسمها شيء سوى القتل والدمار، وأدت لقدم المزيد من الأراضي السورية، كان آخرها مدينة رأس العين وتل أبيض. كل ذلك يتصادف مع ذكرى بداية أكبر مؤامرة دولية استهدفت قائدنا قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، من أطلق شرارة الثورة الأولى ضد الطغيان والاستبداد، ونادى عبر مشروعه الديمقراطي بالحرية والعدالة وإرادة هيفرين أن تسير على نهجه وتحقق أحلامه في الوصول إلى مشروع الأمة الديمقراطية مطبق في كامل الشرق الأوسط والعالم. لكنها وإن لم ترى حلمها يتحقق إلا أنها تركت لنا ميراثا خالدا من المقاومة النضالية للأجيال القادمة، وأصبحت منارة ورمزا للمرأة الحرة، ودونت اسمها بين أعظم نساء العالم اللواتي غيرن عالمنا، وتركنا أرشيفا حيا من الأمل. إن جريمة اغتيال ياسمينة السلام الشهيدة هيفرين خلف لم تكن الأولى ولا الأخيرة من نوعها، لأن الاحتلال التركي وما شابهه من أنظمة السلطة الاستبدادية لا تستطيع أن تتوقف عن قتل النساء اللواتي يقفن بكل قوة وإرادة في وجه طغيانهم وظلمهم. إذا أن العقلية التي اغتالت هيفرين خلف هي نفسها من اغتالت ناجيهان أكارسيل وزينب محمد وجينا أميني وهند وسعدة وزهرة، ومثلت بجسد بارين كوباني وأنوشا بيتيان، وأصدرت حكم المؤبد بحق جيجان كوباني. هؤلاء يرفضون التغير والحرية والديمقراطية، لأنهم يجدون أمنهم الوجودي في استبداد واستبعاد المرأة من مجتمع يسود فيه الاضطهاد والعبودية. فكل هذه الجرائم والاغتيالات وقعت تحت الصمت الدولي والانحياز الفاضح وازدواجية المعايير في التعامل مع جرائم قتل المرأة من قبل الأنظمة الشوفينية الذكورية ووحشيتها الإجرامية. إن الشهيدة هيفرين خلف هي ضحية الإرهاب، دولة الاحتلال التركي المنظم التي تتصرف بعقلية العصابات عن طريق متزاقدها الخونة الذين حولوا أرضهم مرتعا للمحتلين والغزاة وخانوا شعبهم، فتحولوا إلى مرتزقة لا خير فيهم ولا خير لأنفسهم. لكننا لن نقبل بأن يكسرنا ذلك أو يثنينا عن مواصلة النضال. باسم دورة الشهيدة جينا أميني لتجمع نساء زنوبيا ندين بشدة هذه الجرائم الصادمة والبشعة المرتكبة بحق المرأة من قبل جميع الأنظمة الاستبدادية، ابتداء من شوفينية الاحتلال التركي وانتهاء بالاستبداد النظام الإيراني الذي حول من غير قصد مقتل الشابة جينا إلى شرارة ثورة الحرية المرأة الإيرانية. إننا نعاهد جميع شهيدات الحرية بأن نسير على دربهم ونهجهم في استكمال مسيرتهم حتى تحرير آخر امرأة، ونطالب المؤسسة الدولية النسوية والصحفية في التحرك في كافة المحافل الدولية، المطالبة بالتحقيق السريع والعادل والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم بأقصى العقوبات.